سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي بالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تنظم ندوة وورشة عمل تحت شعار الإنتاجية عبر المشاركة الواعية. مركز تقويم عظام القدم في مستشفى أوروتا يحرز نتائج جديرة بالثناء في جهوده لتحسين الخدمات. تنظيم أسبوع التنظيمات الشبابية في جنوب البحر الأحمر. الحكومة تعلن مقتل 54 جنديا في هجوم شنه موالون للقاعدة شمال البلاد. تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان على خط المراقبة في كشمير. وزير خارجية الصين وسويسرا يدعوان إلى التمسك بالتعددية والتجارة الحرة. السلام عليكم ورحمة الله. عقدت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا ندوة وورشة عمل تحت شعار الإنتاجية عبر المشاركة الواعية بمناسبة يوم العمال العالمي يومي 22 و23 من إبريل الجاري. وأوضح رئيس فرع بحوث التراث الأثري بمفوضية الثقافة والرياضة الدكتور صقاي مدين في عرضه التقديمي الذي قدم فيه موارد التراث الثقافي للبلاد، شرح بالتفصيل أعمال البحث التي أجريت بطريقة علمية في مراحل مختلفة وشملت التاريخ الممتد منذ حوالي 27 مليون سنة وحتى تاريخ إريتريا الحديث. وقال الدكتور صقاي مدين إن محتوى التراث الثقافي كما هو الحال في جميع القطاعات يلعب دورا مهما في تعزيز الوحدة وإبراز الهوية في مسيرة التنمية في البلاد، مشيرا إلى أن الثروة التاريخية من التراث الثقافي للمجتمع الإريتري تلعب دورا كبيرا في ضمان بقائه ومستقبله. وحث الدكتور صقاي على احترام وتقدير التراث الثقافي الذي أنتجه المجتمع الإريتري القديم في مراحل مختلفة باعتباره نتيجة للعمال الأوائل، ويجب الحفاظ عليه ونقله إلى الجيل الحالي. في الوقت نفسه أقيمت ندوة حول السلام والصحة في العمل بمشاركة ممثلين على الكونفدرالية الوطنية للعمال ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ومؤسسة بيشة للتعدين وشركة عنبر بب. خلال الورشة التي ركزت على معنى السلام والصحة في مكان العمل ووضعها الحالي في مؤسسات الدولة والتحديات والمقترحات، تبادل المشاركون تجاربهم فيما يتعلق بعملهم. وقال رئيس اتحاد موظفي مقدمي الخدمات ميكائيل مبرهتو إن اتحاد مقدمي الخدمات يعمل من حيث المبدأ على ضمان السلام والصحة في مكان العمل. تم تجهيز مركز علاج وتقويم عظام الأطفال في مستشفى أوروتا الوطني المرجعي بمبنى جديد ومعدات حديثة، مما مكنه من تقديم خدمات أفضل. وقال رئيس القسم السيد تسفاء المرايا لوكالة الأنباء الإريترية إن الخدمة كانت تقدم في السابق في غرفة صغيرة، لكن الآن تم إعداد 4 غرف، كما تم تركيب معدات حديثة بالتعاون مع جمعية أركيميدا الألمانية. وقال تسفاء إن علاج تقويم أقدام الأطفال يعمل بشكل فعال في البلاد منذ عام 2005، مشيرا إلى أن المركز يستقبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين من جميع أنحاء البلاد، بينما يتم إرسال الأطفال الذين تجاوز عمرهم العامين إلى مستشفى حليبة لإجراء العمليات الجراحية. وأضاف أن الأطفال الذين يتلقون العلاج في المركز يتعافون خلال 8 أسابيع مع العلاج التصحيحي الأسبوعي بالجبس، ويتم متابعتهم حتى بلوغهم سن 4 سنوات. وأضاف أن مركز تقويم أقدام الأطفال لديه فروع في كرن وبارنت وعالدقيح، مشيرا إلى أنه يستقبل ما يصل إلى 90 طفلا سنويا، ويجري عمليات جراحية وعلاج بالجبس بصورة مجانية. نظم في إقليم جنوب البحر الأحمر أسبوع التنظيمات الشبابية على مستوى المديريات في الفترة من 17 إلى 20 من إبريل تحت شعار تقوية التنظيم بوعي عال. تضمن الأسبوع برامج ثقافية ورياضية وفعاليات سياسية وتعليمية ومعارض للأزياء والرسم ومسابقات فنية وغيرها. ونظم في أفامبو في مديرية وسط دنكاليا وطيعو في مديرية الرعتة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديريتين السيد علي أحمد سيد نور إسماعيل إن الهدف هو رفع مستوى الوعي بين الشباب وزيادة مشاركتهم في جميع المجالات.
جانبهم ذكر مسؤول التعليم إن الأسبوع يساعد الطلاب كثيرا على تنمية هواياتهم وقدراتهم. وقال مدير التربية والتعليم محمد إيدو وإدريس إبراهيم إن اليوم سيساعد الطلبة على تنمية ثقافتهم والتعرف على اهتماماتهم ومهاراتهم وقدراتهم. وقال مديرية الرعاية السيد برهان مزقبي إن الأسبوع الشبابي مهم في نواح عديدة ويتطلب مشاركة جميع المواطنين لتعزيزه. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر إن الأسبوع له دور لمعرفة الطلاب ثقافة وقيم المجتمع وتوارثه وتعزيز قدراتهم في الابتكار والتصنيع واستكشاف هواياتهم الثقافية والرياضية. في الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين. تجري في مدينة كرن أنشطة واسعة لحماية التربة وحفظ المياه في مساقط المياه والأراضي الزراعية. وأشاد مسؤول متابعة إدارات الضواحي السيد بخيت طان بالمشاركة الشعبية الواسعة في النفير الذي بدأ منذ بداية شهر إبريل الجاري ومتابعة إدارة الإقليم. وأوضح المهندس دانيال أنقسوم المتابع للعمل إن العمل الجاري له إسهام كبير في استقرار التربة وحماية السدود من الطمي. من ناحية ثانية جرت حملة نظافة في مدينة كرن يوم 25 من إبريل بمناسبة الأول من مايو اليوم العالمي للعمال. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت حكومة بنين أن حصيلة الهجوم الذي استهدف في 17 من إبريل مراكز عسكرية في متنزه دبليو بلغت 54 قتيلا من الجنود في أكبر خسارة يتكبدها الجيش منذ اندلاع التمرد في شمال البلاد. وأوضح المتحدث ويلفريد لياندر خلال مؤتمر صحفي في كوتونو إن العدد ليس 70 كما تم إعلانه مسبقا في إشارة إلى بيان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة التي تبنت الهجوم وأعلنت آنذاك مقتل 70 جنديا. وأشار أن الحكومة تواصل تعزيز حضورها العسكري على الحدود المشتركة مع بوركينا فاسو والنيجر. وسبق لبنين أن نشرت في يناير 2022 نحو 3000 جندي لحماية الشريط الحدودي ثم أتبعتهم ب5000 آخرين لدعم الأمن في الشمال. وشهدت المنطقة نفسها في يناير الماضي هجوما أوقع 28 قتيلا من قوات بنين وحمل توقيع الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وسط تصاعد التوتر بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الدامي على السياح في بهلغام، أعلن مسؤول في كشمير الخاضعة لإدارة باكستان أن الجانبين تبادلا إطلاق النار ليلا على طول الخط المراقب الذي يفصل بين البلدين. وقال سيد أشفاق جيلاني وهو مسؤول إداري في الشطر الباكستاني من كشمير في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم تبادل إطلاق النار بين المواقع العسكرية في وادي ليبة. وأشار إلى أن الحادثة جرت في المنطقة الواقعة شرقي مدينة مظفر أباد المركز الإداري لكشمير التي تديرها باكستان على بعد نحو 95 كيلومترا. وأكد الجيلاني أن إطلاق النار لم يستهدف المناطق السكنية، موضحا أن الحياة تسير بشكل طبيعي والمدارس ما زالت مفتوحة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الحادث. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي عضو المجلس الفيدرالي السويسري ووزير الخارجية إغنازيو كاسياس في بكين. وقال وانغ وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إن الصين وسويسرا باعتبارهما داعمتين قويتين للتعددية والتجارة الحرة يتعين عليهما العمل معا لمواجهة تحديات تفكيك العولمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول. وأعرب كاسياس عن استعداد سويسرا لتعزيز التعاون مع الصين بموقف عقلاني وعملي وتعجيل المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، مضيفا أنه يجب على المجتمع الدولي التكاتف للدفاع عن التعددية والتجارة الحرة.
وتبادل الجانبان أيضا وجهات نظر متعمقة بشأن قضايا مثل القضية الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط. أرسلت الصين 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المأهولة بشكل دائم، وذلك في رحلتها الفضائية المأهولة ال15 والعشرين بشكل عام ضمن برنامج شينتشو الذي بدأ قبل أكثر من 3 عقود. ووفقا للتلفزيون المركزي الصيني، فقد انطلقت المركبة الفضائية شينتشو 20 وطاقمها على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2F من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بعد ذلك بوقت قصير بنجاح الإطلاق. يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تجذب فيه الصين المزيد من الدول للتعاون معها في مجال الفضاء بفضل تقدمها في استكشاف القمر والفضاء. في الختام سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تنظم ندوة وورشة عمل تحت شعار الإنتاجية عبر المشاركة الواعية. مركز تقويم عظام القدم في مستشفى أوروتا يحرز نتائج جديرة بالثناء في جهوده لتحسين الخدمات. تنظيم أسبوع التنظيمات الشبابية في جنوب البحر الأحمر. الحكومة تعلن مقتل 54 جنديا في هجوم شنه موالون للقاعدة شمال البلاد. تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان على خط المراقبة في كشمير. وزيرا خارجية الصين وسويسرا يدعوان إلى التمسك بالتعددية والتجارة الحرة. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.